اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله النهارده اولى حلقاتنا في المنهج بتاع الترم الاول، وهناخد النهارده اول درس عندي في منهج الجبر. واحب اقول لك ان منهج الرياضيات الترم الاول هو منهج لذيذ جدا، بالحل الكتير هتقدر تحقق فيه سكور عالي جدا. بس ارجو منك المتابعه اول باول معايا علشان تقدر تتطلع على كل ما هو جديد. هنا في القناه عندي هديك اسهل الحلول لاصعب المسائل. أتمنى منك المتابعة، ويلا ننتقل للدرس. درس الأول هو اسمه تساوي زوجين مرتبين. هتفهم إن شاء الله النهاردة أفكار الدرس دي كلها في أقل من 10 دقايق. هتكون فهمت كل المسائل علشان تقدر تحل عليها. طيب تعالى نتعرف النهاردة على درسنا بيقول إيه. وقبل ما نخش في الدرس إن شاء الله هناخد تمهيد للدرس. يلا بينا نبتدي. بيعرفني في التمهيد ده عندي على انواع الاقواس دي انا درست لها كذا نوع من السنين اللي فاتت في اولى اعدادي وتانية اعدادي وكمان في ابتدائي. وكان اول نوع من الاقواس هو كان اسمه قوس المجموعة، وده كان شكله، فده اسمه قوس مجموعة. وقوس المجموعة ده كان بيتكتب جوه منه مجموعة من العناصر. فكنت اجي اقول لك انا عندي المجموعة 1 و2 هي فيها عنصرين 1 و2. طب هل المجموعة 1 و2 هي المجموعة 2 و1؟ يا ميس، لان انا واخد من وانا صغير ان المجموعة ما بتحبش الترتيب، لا تعتمد على الترتيب. طالما العناصر اللي جوه هنا هي نفس العناصر اللي في المجموعة التانية بس متلخبطين، يا ميس يبقى المجموعتين متساويتين. يبقى المجموعة 1 و2 هنا هي المجموعة 2 و1. يبقى المجموعة لا تعتمد على الترتيب. تعال ننتقل لنوع تاني من الأقواس، وده درسته السنة اللي فاتت، وده كنت بسميه عندي قوس اسمه فترة. وطالما القوس بيبص لجوه، هما الاتنين بيبصوا لجوه، فكنت بسميها فترة مغلقة. طب كان عندي كمان نوع من القوس ده، كان عندي القوس بتاعي نصه لجوه والنص التاني لبره، وكنت بسميها فترة نصف مغلقة. طيب لو كان بادئ عندي بالمفتوح وبعد كده المغلق بتاعي، فكنت بقول عليها فترة نصف مفتوحة. اما لو عندي هنا القوس بتاعي كله بيبص للخارج، فكنت بقول عليها فترة مفتوحة. وده اللي انا درسته السنة اللي فاتت في تانية اعدادي. تعالى نتعرف على ثالث نوع من الأقواس، وهو ده محور الحصة بتاعتي كلها، وهو اسمه الزوج المرتب. القوس ده هو اسمه زوج مرتب، وده أخدته السنة اللي فاتت في الترم التاني في آخر درس، كان بيتكلم فيه عن درس الميل. وأخدته كمان في الإحداثيات بتاعتي لما كنت باخد درس الانتقال أو الانعكاس. لما باجي أرسم على شبكة تربيعية كنت بعملها عن طريق الزوج المرتب. من اسمه كلمة زوج يعني في حاجتين، مرتب يعني بيحب الترتيب. طب تعالى نتعرف عليه أكتر. لو أنا قلت لك أنا عندي الزوج المرتب 4 و5، طب تعالى نتعرف عليه. 4 دي بتمثل عندي محور السينات، فكنت دي بسميها السين، أو بسميها عندي باسم تاني اسمه مسقط أول. يبقى السين دي هي المسقط الأول. أمال عندي رقم 2 ده هو مين اللي بيمثل ال5؟ هي الصاد، الإحداث الصادي. ودي يا ميس بسميها عندي باسم مسقط ثاني. يبقى أنا عندي مسقط أول اللي هو السينات، والمسقط التاني اللي هو الصادات. طب السؤال هنا بيقول هل يا ميس الزوج المرتب 4 و5 اللي انت كتبتيه هو الزوج المرتب 5 و4 يعني زي بعض في المجموع؟ قالك استنى، الزوج المرتب هنا عندي المسقط الأول اللي هو السين بيسمى ب4، وهنا المسقط الأول في الزوج التاني هو ال5. هل ال4 بتساوي ال5؟ لا يا ميس، ال4 لا تساوي ال5. طيب هنا الصاد بقيمتها ب5 وهنا الصاد قيمتها ب4. هل ال5 بتساوي ال4؟ لا يا ميس، لا تساوي ال4. يبقى الزوج المرتب 4 و5 هل بيساوي الزوج المرتب 5 و4؟ لا يا ميس، لا يساويه. إذا الزوج المرتب بيحب الترتيب وبيعتمد على الترتيب. طيب تعالى ننتقل لأول جزء عندي في قلب الدرس، ألا وهو تساوي زوجين مرتبين. وتعالى نتعرف على أنواع المسائل وأشكالها. بيقول لي إذا كان س وصاد بيساوي الزوج المرتب 5 وسالب 3، يبقى الزوج المرتب س وصاد بيساوي الزوج المرتب 5 وسالب 3، فإن السين بكام والصاد بكام؟
لو لاحظت هنا السين والصاد دي عندي مباشرة، فيقول لي طالما عندي زوجين متساويين فبقول له يبقى الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني. أول ما ألاقي زوجين متساويين يعني بينهم علامة يساوي، يبقى الأول يساوي الأول والتاني يساوي التاني. هنا السين عندي قبلها الناحية التانية كام؟ 5، والصاد قبلها الناحية التانية كام؟ -3، والمسألة دي كانت مسألة مباشرة. تعالى نتعرف على نوع جديد من المسائل. بيقول لي الزوج المرتب س أس 5 وصاد بيساوي الزوج المرتب 32 والجذر التكعيبي لل27. لو انت لاحظت هنا المسألة بتاعتي مش مباشرة، لان السين فيه على راسها أس والناحية التانية فيه عندي جذر تكعيبي. طيب انا اول ما بلاقي فيه شغل عندي في المسألة بتاعت الأزواج المرتبة، كل اللي انا بعمله بقسم صفحتي نصين، وببتدي اقول له انا عندي هنا الجزء الاول للمسقط الاول، فانا عندي المسقط الاول س أس 5 قبله الناحيه الثانيه 32، يبقى س أس 5 بيساوي 32. طب الناحيه الثانيه الصاد ناحيتها بتساوي الجذر التكعيبي لل27، يبقى الصاد هساويها بالمسقط الثاني اللي هو الجذر التكعيبي لل27، وابتدي احل المسقط الاول لوحده واحل المسقط الثاني لوحده. تعالى نشوف الكلام ده نحله ازاي. يا ميس تعالى نشوف. س أس 5 بتساوي 32. اخدت السنه اللي فاتت في المعادلات الاسيه لو السين على راسها اس بحاول اخلي الاساس الناحيه الثانيه نفس شكل المساله. طيب انا عايزه اخلي ال 32 دي شكل دي بالظبط، يعني حاجه على راسها 5. طب ما انا يا ميس كنت عارف السنه اللي فاتت ان انا عندي الاتنين لو على راسها 5 مفكوك هيبقى 32. حاول كده بالاله وقول 2 أس 5 هيطلع لك على طول 32. يبقى انا اول ما بشوف ال 32 بفكها ب 2 أس 5. كده انا خليت الاس يبقى زي الاس، وانا كنت واخد قاعده جميله جدا ان طالما عندي الاس بيساوي الاس يبقى الاساس بيساوي الاساس، أس يساوي أس يبقى أساس بيساوي أساس. إذن السين يا ميس قيمتها عندي هنا ب2. طيب تعالى نشوف الناحية التانية. الصاد بتساوي الجذر التكعيبي لل27. طب يبقى الصاد كده أقدر أجيبها مباشرة، الجذر التكعيبي لل27 قيمته ب3. يبقى أنا كده ميس عرفت قيمة الصاد. يبقى السين عرفتها إن هي ب2 والصاد عرفتها إن هي ب3. تعالى نعوض. يبقى قيمة السين هي 2 وقيمة الصاد هي 3. ننتقل للفكرة اللي بعد منها. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب س تربيع ناقص 1 و4 بيساوي الزوج المرتب 48 و2 صاد، فإن س ضرب الصاد تساوي كام؟ طب تعالى نشوف نحلها ازاي. ميس قالت لي طالما في شغل عندي في المسألة اقسم الصفحة بتاعتك نصين، فأنا يا ميس كل اللي هعمله هقسم صفحتي نصين. طيب أنا عندي هنا المسقط الأول هساويه بالمسقط الأول، يبقى أنا س تربيع ناقص 1 هتساوي عندي 48. طيب وعندي المسقط التاني هساويه بالمسقط التاني، يبقى الأربعة يا ميس عندي بتساوي 2 صاد. تعالى نحل كل جزء لوحده. طيب س تربيع ناقص 1 بيساوي 48، دي معادلة من الدرجة التانية. أول حاجة أخلص من السالب 1 ده أوديه الناحية التانية بعكس إشارته، يبقى الس تربيع تساوي 48 والسالب 1 يعدي يبقى موجب 1. طب نرجع ننزل السين تربيع، هي 48 زائد 1 كام؟ 49. انا كده فاضل اجيب قيمه السين. خد بالك طالما السين على راسها 2 يبقى ليها اجابتين. اول ما الاقي السين على راسها 2 اعرف ان هي ليها اجابتين، يبقى انا اقول له السين عباره عن ايه؟ السين تربيع، يبقى انا هاخد الجذر التربيعي، وما تنساش ان هي ليها اجابتين، يبقى موجب او سالب الجذر التربيعي لل49. يبقى قيمه السين يا مس طلعت بكام؟ موجب او سالب 7. يبقى اول ما الاقي السين على راسها 2 اعرف ان هي ليها اجابتين. طيب هنشوف الجزء التاني. 4 بتساوي 2 صاد، انا يا ميس مش متعود عليها كده. طب ما تعكسها. طب ما انا ممكن اقول يعني ال2 صاد بتساوي ال4، كده بقت واضحه قدامي. الصاد قصادها 2 يعني مضروبه في 2. طيب يبقى انا هقسم هنا على ال2 واقسم كمان هنا على ال2، يبقى الصاد بتساوي قيمتها عندي ب2. كده انا جبت الصاد وجبت السين. السين ليها اجابتين موجب او سالب 7 والصاد بتساوي 2. تعالى نطلع نعوض. انت عايز تجيب س ضرب صاد؟ يبقى اذا س في صاد، السين قيمتها بموجب او سالب 7 والصاد قيمتها ب2، فتطلع الاجابه موجب او سالب 14.
تعالى ننتقل لاخر فكرة في قلب الدرس بتاع النهاردة. بيقول لي اذا كان 2 اس سالب 1 2 اس س ناقص 1 وسالب 3 بيساوي الزوج المرتب 1 وصاد، فان 2 س ناقص صاد. اول حاجة يا ميس انا هعملها هقسم صفحتي نصين وابتدي احل كل جزء لوحده. طب تعالى نشوف. اول حاجة يا ميس ادي 2 اس س ناقص 1 هتساوي عندي هنا الجزء الناحية التانية اللي هو الواحد. طيب وعندي يا ميس المسقط التاني هنا سالب 3 يساوي الصاد، يبقى السالب 3 هتساوي صاد. دي محلولة، انا كده عرفت هنا ان الصاد قيمتها بسالب 3. تعالى نشتغل في الجزء الاول. الجزء الاول 2 اس س ناقص 1 بيساوي 1. طيب تعالى نحلها. السنة اللي فاتت اخدت في المعادلات الأسية ان انا لما الاقي في الطرف التاني واحد، الواحد ده بشيله لحاجة أس صفر. طب بحطه ايه هو أس صفر؟ بشوف الأساس بتاعي هنا كان كام؟ 2، يبقى أنا هخلي الواحد ده عبارة عن 2 أس صفر. طب لو دي كانت 3 يبقى الواحد ده عبارة عن 3 أس صفر. طب دي لو ب5 يبقى الواحد ده 5 أس صفر، لأن أي حاجة أس صفر ترجعني للواحد. يبقى أنا أول حاجة مش شلت الواحد ده خالص وخليته نفس شكل المسألة 2 أس صفر. طب تعالى نتعرف على القاعدة. أساس بيساوي أساس، يبقى أس يساوي الأس، يبقى إذا س ناقص الواحد هيساوي صفر. هودي الواحد ده الناحية التانية واحل المعادلة، يبقى السين السالب 1 تعدي الناحية التانية تبقى موجب 1، يبقى طلعت قيمة السين بكام؟ ب1. والصاد عندي بسالب 3. تعالى نحل التعويض. هو عايز مني ايه؟ إذا 2 س ناقص ص بتساوي ايه؟ السين عندي قيمتها ب1، يبقى 2 في 1 ناقص الصاد دي قيمتها بكام؟ بسالب 3، يبقى السالب بتاعت المسألة ايه؟ وادي سالب 3. سالب في سالب تديني موجب، يبقى 2 في 1 ب2 زائد 3 تديني 5. كده بنكون انتهينا من كل افكار المسائل. هتاخد سؤال اسمه اختبر نفسك، هتحله عندك في قلب الكشكول وتحط لي اجابته في قلب التعليقات، وبشرط ان كل ما بلاقي عندي التعليقات اللي موجودة فيها الاجابات بعرض اسمك في الفيديو الجاي. تعال نشوف هنا عندي السؤال بيقول لي ايه. اختبر نفسك. الزوج المرتب س تربيع ناقص 2 و2 ص بيساوي الزوج المرتب ص والجذر التكعيبي لل64. طيب يبقى عايز مني ايجاد قيمة السين والصاد. كده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، واتمنى ان انا اكون فدتكم. ولو انت عايز تحل تدريب اكتر وعايز تحل مسائل وردت في الامتحانات وعايز تسمع الشرح ده اكتر من مرة وتتدرب عليه كتير، اتمنى ان انت تشترك معايا في الدروس بتاعتي الاونلاين او الدروس بتاعتي البرايفت، وهسيب لك تحت في صندوق الوصف الرابط بتاع الواتس بتاعي. لو انت عايز تشترك معايا ابعتلي وانا هكون في خدمتك باذن الله. وما تنساش لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يصلك كل ما هو جديد، واشوفكم هناك ان شاء الله.